عايز تتنفس احسن، تنام احسن، شريط على الفم، يعني نوم افضل. افتح بقك. انا فين ولا افتح انا؟ في ترند طالع جديد ان انت لو عايز تنام كويس حط لزق على بقك. علشان يضمن ان انت بتتنفس من الانف مش من الفم، علشان لو عندك جفاف في الفم او بتصحى تحس بحرقان شويه في الزور كده، كل ده يتحسن. فكل ده بيحسن من جودة النوم وبالتبعية بيقلل الاسترس، وستريس اقل معناها مناعة احسن ومعناها جسم افضل. ولكن مش لكل الناس. لو انت من اصحاب الوزن الزايد وبتعاني من مشاكل في التنفس اثناء النوم وبتصحى بالليل كتير، اوعى تجرب الترند ده. او لو انت من اصحاب الحساسية الشديدة وانحراف الحاجز الانفي الشديد اللي بيسبب انسداد في الانف، برضه اوعى تجرب الترند ده. الاطفال، مرضى الربو، مرضى الارتجاع المريء الشديد، محتاجين تشوف الدكتور الاول قبل ما تجربوا الترند ده. هو جميل وكل حاجة، بس لازم نشوف الدكتور الاول. طب لو انت بقى مش من دول والدنيا كويسة معاك، ازاي تستفاد اكتر استفادة من الترند ده؟ هتبدأ تنظف الانف كويس سواء بمحلول ملحي او بالمية زي ما تكون بتتوضى. بعدها بنبقى مجهزين روتين النوم اللي كلمتك عنه قبل كده. هتحط اللزقة ويفضل تبدأ ان انت تحطها بس بشكل عمودي، وبالتدريج تغطي الفم كله باللزقة، ويفضل تختار مادة كده تكون لطيفة على البشرة عشان ما تسببش اي تهيج للبشرة. دمتم دايما بأفضل صحة وحال.